طول عمرنا بنسمع أن الذهب هو الملك، هو الاستثمار اللي مفيش زيه. بس يمكن الأرقام في 2026 يكون ليها رأي تاني خالص. تعالوا كده نبص ونشوف القصة بتقول إيه. الجملة دي كلنا حافظينها صم. وحقيقي الذهب هو صمام الأمان وحافظ القيمة على مر العصور. دي حقيقة محدش فينا يقدر ينكرها أبداً. لكن السؤال الأهم هنا، هل هو الاستثمار اللي بيكسب أكتر حاجة؟ هنا بقى ممكن تحصل مفاجأة. لغة الأرقام النهاردة بتقول إن الفضة ممكن تكون هي الحصان الأسود اللي يقدر يعمل ثروة أسرع بكتير. في تحليلنا السريع ده هنقارن بين الذهب والفضة، هنبص على الأرقام المجردة وهنعرف ليه الفضة هي الحصان الأسود وليه الذهب برضه لسه الملك، وفي الآخر خالص هنوصل للخطة اللي تكسب. طيب خلينا ندخل في الجد على طول ونسيب الأرقام هي اللي تحكم. مش هنتكلم بعواطف ولا بانطباعات، هنتكلم بلغة واحدة بس، لغة نسبة الذهب للفضة. بصوا بقى على المفاجأة دي. من سنة واحدة بس في مايو 2025 جرام الذهب الواحد كان يقدر يشتري 101 جرام فضة. النهاردة نفس الجرام يدوب بيشتري 50 جرام بس. طيب ده يترجم لإيه كفلوس؟ معناه ببساطة شديدة إن قيمة الفضة ضاعفت قصاد الذهب. يعني لو حد استثمر 1000 جنيه في الذهب وكسب 1000، اللي حط نفس ال1000 جنيه دي في الفضة كان زمانه كسب 2000. متخيلين؟ الذهب كسبان طبعا، بس الفضة كسبت قده مرتين. طب إيه السر؟ إيه اللي مخلي الفضة عندها الإمكانية الرهيبة دي؟ ليه ممكن تكون هي الحصان الأسود اللي يكمل صعود؟ الحكاية ليها 4 أسباب أساسية، أسباب قوية جدا بتجمع بين التاريخ والجيولوجيا والصناعة وحتى التقييم الشرعي. أول حاجة، التاريخ بيقول لنا إنه ممكن يعيد نفسه. شوفوا كده سنة 2011 الفضة وصلت لأعلى قمة ليها قدام الذهب. وقتها جرام الذهب كان بيساوي يدوب 31 جرام فضة. النهاردة إحنا عند 50. فلو رجعنا بس لنفس النقطة دي، لسه في مساحة صعود جبارة للفضة. النقطة التانية دي بقى بصراحة صادمة. في الطبيعة، في الأرض نفسها، قصاد كل جرام دهب موجود فيه 9 جرامات فضة بس. ده التكوين الجيولوجي. يعني منطقياً سعر الذهب يبقى 9 أضعاف الفضة. لكن في السوق الوضع مختلف تماماً. جرام الذهب بيساوي 50 جرام فضة. شايفين الفجوة دي؟ الفجوة دي بتصرخ وبتقول إن الفضة متسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية بكتير. ونيجي للسبب الثالث، وده يمكن أهم سبب فيهم. الفضة بتستهلك، الذهب بيتخزن. يعني إيه؟ كل الذهب اللي طلع من الأرض من أيام الفراعنة لحد النهاردة لسه موجود، لكن الفضة لأ. الفضة بتخش في كل حاجة حوالينا، في الموبايلات، ألواح الطاقة الشمسية، العربيات الكهرباء، وبتخلص بتموت جوه الصناعة دي. فالطلب عليها بيزيد كل يوم والمعروض منها محدود، ولما الطلب يزيد والمعروض يقل السعر بيزيد. شايفين رقم 7 ده؟ تفتكروا بيرمز ليه؟ الرقم ده بيودينا لدليل تاريخي وديني قوي جدا. في الشريعة الإسلامية نصاب زكاة الذهب هو 85 جرام والفضة 595 جرام. لو قسمنا الرقمين على بعض تطلع النتيجة كام؟ 7. يعني على مر التاريخ وفي التقييم الشرعي كانت قيمة الذهب حوالي 7 أضعاف الفضة بس، مش 50 ضعف زي ما بنشوف النهاردة. بس لحظة واحدة، عشان كلامنا يبقى متوازن وموضوعي لازم نعترف إن الذهب لسه هو الملك. طب ليه؟ إيه اللي بيخليه محتفظ بالعرش ده؟ الموضوع بسيط، 3 أسباب رئيسية. أولاً هو معشوق البنوك المركزية في العالم كله، وده بيديله دعم قوي جداً. ثانياً الذهب حركته أهدى مستقرة أكتر، بيسموه الملاذ الآمن مش من فراغ. ثالثاً من الناحية العملية تخزينه أسهل بكتير، مش بيصدي، مش بيسود، مش بيتأثر بالجو زي الفضة. وهنا بقى نوصل لنقطة القرار. الموضوع مش مين أحسن من مين، الموضوع هو شخصية المستثمر نفسه وإيه الأنسب ليه. يعني لو في حد بيدور على الأمان الكامل، عايز يحافظ على قيمة فلوسه وينام وهو مطمن، يبقى طريقة هو الذهب، ده الرهان الآمن. لكن لو في حد قلبه جامد بيحب المخاطرة وعايز يضاعف أرباحه ومستعد يشوف تقلبات عنيفة في الأسعار، يبقى الفضة هي فرصته الحقيقية. طيب إيه الخلاصة؟ إيه نصيحة قرشين في الموضوع ده كله؟ هل لازم نختار يا ده يا ده؟ الإجابة ببساطة لأ. في تشبيه عبقري بيقولك الذهب هو حارس المرمى بتاع محفظتك اللي بيحمي ثروتك، والفضة هي المهاجم اللي بيجري وبيسجل أهداف وبيجيب مكاسب كبيرة. والمستثمر الشاطر مش بيراهن على لاعب واحد بس، لازم يكون عنده فريق متكامل. الصح هو إنه يوزع استثماراته، يخلي الجزء الأكبر من فلوسه في الذهب، ده حارس المرمى اللي بيديله الأمان، ويحط جزء أصغر في الفضة، ده المهاجم اللي ممكن يحقق له أرباح صاروخية. بالطريقة دي يبقى جمع بين أحسن ما في العالمين، أمان الذهب وفرصة الفضة. اشترك في قناة قرشين علشان تتعلم أكتر عن الفلوس.